التحكيم يبقى عامل كده، اجواء الماتش تبقى عامله كده. يعني انا عايز اعرف ايه العقوبات اللي هياخدها الاتحاد الافريقي على الجيش الملكي النهارده. عندك اهو 3 حاجات: في غلطه على الحكم، في ضربه جزاء اتحسبت من وحي الخيال. طب دي مع الحكم، خلينا مع الجيش الملكي. الجيش الملكي بقى، الجماهير وتحديف الازايز. رقم 2 الضرب في الملعب، الموقف بتاع السكينه اللي اللعيب بتاع الجيش الملكي خدها خباها وطلع يجري بيها. والحاجه الثالثه في اخر دقيقه في الماتش، هجمه للنادي الاهلي، 4 كور بتترمى في الملعب، مش كوره لا 4 كور بتترمى في الملعب عشان يبوظ الماتش او عشان يبوظ الهجمه. طيب الحساب ده بقى عند مين؟ وهل الحساب هيجي سريع كده زي ماتش الترجي اللي هو انا لعبت النهارده، بكره اعلن ان هيبقى في غرامات، بعد بكره بنوقف وليد ازارو وبنغرم النادي الاهلي مش عارف كام، بحيث ان النادي الاهلي يروح يلعب الترجي في ملعب رادس واللعيبه معنوياتها زي الزفت والمهاجم بتاعك مش موجود ومغرمك؟ لما نشوف الاتحاد الافريقي هيعمل ايه.